في البداية كده نصلي ونسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله يا جماعة ناخدكم في جولة كده في الفنادق الموجودة في شارع أجياد القريبة من الحرم. النهاردة هيكون الفيديو طويل شوية، بس هنحاول نقدم لكم أكبر تغطية كده لفنادق شارع أجياد. الفنادق اللي نقدر نيجي من أجياد ليها مشي. طبعا شارع أجياد السد احنا صورناه قبل كده. احنا مش هنتكلم النهاردة عن شارع أجياد السد، هنتكلم على شارع أجياد المصافي، وهنخش برضو شارع بير بليلة ونشوف الفنادق القريبة من الحرم اللي في شارع أجياد. شارع أجياد أقرب باب للدخول باب الملك عبد العزيز، ده بالنسبة لدخول المعتمرين. هنا طبعا فنادق الصفوة، فنادق ال5 نجوم الموجودة في أبراج الساعة. أولهم الصفوة رويال أوركيد، وبعده الصفوة دار الإيمان عشان نعرف برضو الترتيب الخاص بيهم. أول واحد الصفوة رويال أوركيد، الصفوة دار الإيمان، وبعد كده صفوة الغفران. صفوة الغفران يعني ممكن نقول أرقاهم الأرقى. يبقى ده بالنسبة للثلاث فنادق الخاصين بالصفوة. طبعا شارع أجياد من الشوارع القريبة جدا للمسجد الحرام. أكبر ميزة في الشارع إنه مش بيتقفل. الشارع زي ما احنا شايفين كده على طول شغال، مش بيتقفل، مش زي مثلا شارع إبراهيم الخليل إن أنت لو منزلتش بدري هتلاقي الشارع مقفول. هنا حمامات رقم 2 رجال، وحمامات رقم 1 نساء، والطريق ده على طول كده يودينا لشارع أجياد. هناخد جولة في الفنادق القريبة ونشوف الفنادق اللي أقدر أجي منها مشي للحرم. يعني أهلنا الكرام اللي بيدوروا على فندق يكون قريب من الحرم ويكون سعره أقل من فنادق الأبراج أو فنادق مثلا جبل عمر، هيكون شارع أجياد هو الاختيار الأمثل بالنسبة لهم. إن شاء الله ناخدكم في جولة كده ونشوف كل الفنادق اللي في شارع أجياد، الفنادق القريبة اللي خلف الأبراج مباشرة وقصاد موقف ريع بخش اللي هو الموقف الخاص بالباصات. موقف الباصات اللي هو خلف الأبراج قصاد فندق الشهداء، قصاد فندق إلاف المشاعر، وده موقف الباصات المجانية الخاصة بالفنادق. من أفضل بقى يعتبر الفنادق اللي هتكون برضو قريبة واختيار أمثل بالنسبة لنا فندق إلاف المشاعر. الفندق اللي في وشنا مباشرة، يعني في وشنا مباشرة فندق إلاف المشاعر، برضو فندق 5 نجوم مستوى جميل جدا قريب من الحرم زي ما احنا شايفين، هو خلف الأبراج مباشرة، فهيكون اختيار أمثل بالنسبة لحضراتكم. جنبه مباشرة فندق ريانا جراند بلازا، يبقى إلاف المشاعر وريانا جراند بلازا. هنا الأبراج وسايبين هما المساحة الواسعة اللي على يمنا ديت للصلاة. طبعا الشارع يكون مليء بالمصلين في كل أوقات الصلوات تقريبا، يعني لحد فندق الشهداء كده، وبعد فندق الشهداء بيكون فيه مصلين. نفس النظام كده في شارع إبراهيم الخليل برضو. هنا فندق إلاف المشاعر قصادنا، جنبه على طول فندق ريانا جراند. شايفين بقى فندق مكارم قبلهم، برضو فندق مكارم من الفنادق الكبيرة وعليه ضغط لأنه اختيار أمثل لأهلنا برضو اللي بيدوروا على فنادق تكون أرخص من فنادق الأبراج وفي نفس الوقت تكون قريبة من الحرم. فندق مكارم، يبقى مكارم وإلاف المشاعر وريانا جراند بلازا وجوهرة المشاعر. وفي بقى مجموعة فنادق في الطلعة اللي فوق دي. الطلعة دي فيها مجموعة من الفنادق، كذلك في الطلعة على شمالنا كده في فندق إلاف أجياد، وفي عربيات جولف كده بتنزلك النزلة بالنسبة لفندق إلاف أجياد. إنما الفنادق اللي هنا اللي في الطلعة اللي قدام حضراتكم دي المشكلة بتاعتها بس في الطلعة شوية، فهتكون متعبة، يعني هتكون متعبة. إنما مكارم زي ما احنا شايفين وريانا جراند وجوهرة المشاعر وإلاف المشاعر
قريبين جدا للحرم. وهنا موقف الباصات، موقف الباصات الخاص بالفنادق المجانية، فنادق راية بخش وكذلك فنادق المسفلة. ده يا جماعة شكل عام كده للشارع وقرب الفنادق منه. هنتجه كده للناحية التانية ونصور لحضراتكم باقي الفنادق. ده موقف اهو، يبقى الناس اللي عايزة تعرف الموقف فين بالظبط، الموقف قصاد فندق إلاف المشاعر وفندق الشهداء، يعني ابتدي من عند فندق الشهداء ونهايته عند فندق إلاف المشاعر. يبقى مكارم وإلاف قريبين جدا والشارع مستوي، وهيكون اختيار كويس جدا بالنسبة لأهالينا الكرام. زي ما قلنا يا جماعة الفيديو هيكون طويل، بس ان شاء الله يقدم لكم افضل تغطية كده لشارع اجياد، والناس تكون عرفت المسافات ما بين الفنادق والحرم قد ايه بالظبط. هنا الموقف اهو، الموقف فيه بوابات وكل باص بيكون مكتوب عليه اسم الفندق. طبعا ما شاء الله يا جماعة في زحام كبير. احنا مصورين الفيديو بتاريخ 2/12/2023 وما شاء الله اللهم زد وبارك في زحام كبير جدا على الحرم. شايفين يا جماعة الموقف ضخم، وكل الباصات اللي قدام حضراتكم دي باصات مجانية خاصة بالفنادق، بيكون مكتوب عليها اسم الفندق اللي انت نازل فيه. في فرق ما بين الباصات المجانية وباصات حافلات مكة. حافلات مكة كانت مجانية، اللي هو الباص الابيض فاخضر، بس دلوقتي التذكرة ب4 ريال. دلوقتي هنيجي على شمالنا بقى واحد من اكبر الفنادق واشهرها في مكة، واللي بينزل فيه افواج مصرية كتيرة جدا، فندق الشهداء. طبعا كتير من اهالينا بيفضل شارع عجيات زي ما اتفقنا، لانه مش بيتقفل الشارع زي ما احنا شايفين كده. حد الدخول للحرم عمرهم ما بيقفلوه نهائيا، وبيكون ممتلئ بالمصلين. ده فندق الشهداء، فندق 5 نجوم. شايفين فنادق الباصات هنلاقي كل فندق مكتوب عليه، او كل باص مكتوب عليه اسم الفندق، وكل فندق تقريبا بيكون مخصص كده باصين او 3 باصات، يعني يجيبوا المعتمرين وياخدوهم من المواقف. يبقى هنا فندق الشهداء، قصاده مباشرة فندق الماسا جراند. الماسا جراند قصاد فندق الشهداء. احنا عملنا تغطية للفنادق اللي بعد الكوبري، النهارده تغطيتنا للفنادق اللي قبل الكوبري. هنا فندق الماسا جراند، فندق الماسا جراند جنبه فندق الفا اجياد. الفا اجياد جنبهم مباشرة. احنا هنخلص فنادق شارع اجياد، وبعد كده هننزل ان شاء الله ناخد لكم جولة كده في شارع بير بليلة. فندق مرقد اجياد وتلة اجياد على شمالنا، تلة اجياد ومرقد اجياد. وهنا فندق رمادة دار الفائزين، جنبه فندق راوية الذهبية وفندق انفينيتي. دي الفنادق اللي هي لحد الطلعة. هنا فندق نزل الخير واحد، وفندق سرايا المسك ونوران، والمسجد اللي في وشنا كده اسمه مسجد النافع. المسجد اللي هنا
وبعد المسجد هنلاقي بقى بداية فنادق راق بخش، اللي هي بالبساط المجانية، عبارة عن طلعة ونزلة. هنا فندق الرحاب أجياد، وفندق الجوهني، وفندق انفينيتي والزيادي أجياد جنب بعض. على شمالنا فندق الرحاب أجياد والمنار أجياد وسرايا المسك، وهنا فندق نوران. زي ما احنا شايفين ده بقى اللي في ظهر فندق مركز أجياد، والشارع اللي قبل الطلعة مباشرة شارع بير بليلة. مستوى الفنادق فيه مش أفضل حاجة، بس أرخص من فنادق كتير، وفي نفس الوقت قريب من الحرم. هنصور كده فنادق شارع بير بليلة كده إن شاء الله. هنا فندق تلة أجياد، هو أول فندق في الشارع تلة أجياد. إن شاء الله هنوصل لشارع بير بليلة لنهايته، ونبقى كده خلصنا فيديو النهارده. يبقى غطينا فنادق شارع أجياد قريبة كلها من الحرم. فندق الراية مبارك، وهنا فندق جوهرة الأسير. هنا بنحاول فندق النسيم. هنحاول يا جماعة على قد ما ربنا يقدرنا كده ما نفوتش فنادق. فندق الراية مبارك، هنا فندق طارة أجياد. يبقى شارع بير بليلة بتمشي في الشارع كده وتحود يمين تتجه للحرم، تعدي على فندق الشهداء مباشرة وتتجه للحرم. فندق طارة أجياد وفندق نصور أجياد على شمالنا، جنبه فندق درة الصلاح. طبعا يا جماعة مع ان زي ما قلت لكم مستوى الفنادق هنا قليل جدا، بس بتكون غالية بسبب ان هي قريبة من الحرم او ماشية للحرم. بنيجي عند بداية الشارع هنا بقى عند فندق الشباب دلما، ويكون فيه طلعة. هنا فندق الرافدين أجياد ونسمات الضيافة. شايفين يا جماعة هنبتدي هنا بقى الطلعة من عند فندق الأيام، واحد من أكبر وأشهر الفنادق. هنا فندق جوهرة الصلاح، وده فندق الأيام. فندق الأيام طبعا يكون عليه إقبال كبير جدا من أهلنا الكرام. وهنا فندق بكة رويال أو بكة الصلاح. يبقى الأيام أهو يا جماعة طبعا في نهاية الشارع، وبكة الصلاح قصاده مباشرة بكة رويال وفندق المنارة. طبعا بنتسأل عنهم كتير، فندق بكة الصلاح والأيام ودرة الصلاح وتلة أجياد، كل دول في شارع بير بليلة. هنا فندق الماسة هاني. يبقى قبل فندق الأيام كده بيكون في طلعة في الشارع، حتى انتوا هتلاحظوا في صوتي بنهبط فاعرفوا ان انا طالع مطلع. يبقى احنا كده خدنا جولة بالفيديو كده معاكم بالتوقيتات. هنا فندق فرسان أجياد لحد ما وصلنا لكل فنادق شارع أجياد، وخدنا شارع بير بليلة. الجولة بقى خدت قد ايه؟ الجولة خدت تقريبا 14 دقيقة. 14 دقيقة يعني ربع ساعة. يعني بنتكلم لما غطينا الفنادق دي كلها ربع ساعة، يعني أقصى فندق في دول. وعشان توصل للحرم، أنا جاي من عند الحرم وتعداد الوقت قدام حضراتكم هياخد ربع ساعة. هنا فندق المتحدون، وفي فنادق في الطلعة كده، واحنا كده واقفين في نهاية شارع بير بليلة. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده، ونكون قدمنا اكبر تغطية كده لشارع أجياد المصافي وشارع بير بليلة والفنادق المحيطة به. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله، ونتمنى الخير لكل اهلنا الكرام. ربنا يكتب لكم جميعا العمرة والحج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.